مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا الموعد. بالنسبة للوضعية الجوية المتوقعة خلال نهار اليوم بحول الله، تقريبا التحسن سيطرأ على الجهة الشمالية الغربية والوسطى، ولكن هذا التحسن دائما سيبقى مؤقت في انتظار قدوم اضطراب جوي خلال الأيام القليلة القادمة سيميز بالدرجة الأولى الجهة الشمالية الشرقية والوسطى، خاصة الساحلية منها، وهذا الاضطراب سيبقى من ضعيف إلى متوسط الفعالية. ولكن خلال نهار اليوم إن شاء الله الأجواء ستبقى ملبدة على الجهة الشمالية، خاصة الساحلية والمدن القرب من السواحل، بينما ستتلاشى إن شاء الله تدريجيا. تصبح الأجواء تقريبا على أغلب الولايات الشمالية صافية على العموم، ولكن على الجهة الجنوبية الغربية وشمال الصحراء فالغيوم المسجلة فيها ستستمر طيلة نهار اليوم، عكس وسط الصحراء وصولا بأقصى الجنوب ومنطقة الهوغار والتاسيلي، لأن الأجواء فيها ستبقى صافية تماما. درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة نفس درجات حرارة سنرتقبها. أدنى مقياس سنسجله سيكون بالمرتفعات الغربية يقدر ب 23 درجة، ولكن على أعلى مقياس بالنسبة للجهة الشمالية ستكون بالسواحل الشرقية تقدر ب 26 درجة، لا تفوق ال 25 على سواحل الوسطى والغربية، وصولا بالمدن الداخلية القرب من السواحل كذلك المرتفعات الشرقية. أما كأعلى مقياس سنسجله سيكون بوسط الصحراء يقدر ب 44 درجة. بالنسبة لباقي الولايات الجنوبية خاصة شمال الصحراء مرورا بالجهة الجنوبية الشرقية والغربية تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 33 حتى 38 درجة. عين جزام سنسجل فيها 42 درجة. خلال الأمسية إن شاء الله تقريبا نفس الأجواء ستبقى ملبدة على الجهة الشمالية إلى أن تكون غائمة جزئيا صافية على العموم على الجهة الجنوبية للوطن، ولكن الغيوم المسجلة خلال الأمسية على الجهة الشمالية للوطن ستبقى جزئية بدون فعالية. بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله ستكون درجات حرارة نوعا ما منخفضة على المرتفعات تتراوح ما بين 8 درجات إلى 10 درجات. بالنسبة للمدن الداخلية القرب من السواحل ستصل 14-15 درجة، لا تفوق ال 15 كذلك على السواحل. على شمال الصحراء وصولا بأقصى الجنوب مرورا بوسط الصحراء تتراوح فيها نوعا ما درجات الحرارة ما بين 18 حتى 23-24 درجة، ويعد كأعلى مقياس نسجله ما بين وسط الصحراء وصولا بأقصى الجنوب. البحر سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى للوطن وصولا بالغربية. بالنسبة لسرعة الرياح خلال الصبيحة إن شاء الله تتراوح ما بين 25 حتى 30، ولكن مع الظهيرة ستفوق 30 كم في الساعة. ستكون تحت تيارات شمالية غربية إلى غربية تماما، ولكن على السواحل الشرقية للوطن البحر فيها سيبقى قليل الاضطراب هادئ. سرعة الرياح لا تفوق 25 كم في الساعة وستبقى تحت تيارات شمالية غربية. بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم. كالعادة نختمها بالمعلومات الفلكية. بالنسبة لغروب الشمس بجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة 6:25. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.